ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل معاكم على السريع هشوح كبده. طبعا الكبده غسلتها اهو، حطها في مصفى. محدش يقول لي الكبده ما بتتغسلش، طبعا لازم تتغسل. هنزل عليهم بالكبده بس لما يغير لونها كده نزل ميتها هتتشوح كده في الزيت ونكمل. اهي يا بنات بعد ما نزلت بصوا ميتها زي ما انتم شايفينها كده ولونها غير، هنزل بالثوم اللي انا دقاه عليها كده، ونحط التوابل بتاعتنا فلفل اسود وكزبره فقط لا غير. اروح اجيب التوابل والليمون وارجع لكم. البنات بقى ليمونتين حلوين كده هعصرهم مع الكبده، بعد كده هنزل بالتوابل اللي انا قلت لكم عليها، بس انا قربتها جنبي هنا عشان البوتاجاز. اهم حاجه عصرتين الليمون دول بيخلوا الكبده في حته تانية في نفس الوقت، ولا بيبقى ليها ريحه زفاره ولا تحسي ان انت بتاكلي كبده ولا عامله كبده في البيت اساسا. اهو يا بنات خلصت بقى عصرت الليمونتين زي ما انتم شايفين كده. هحط بقى ايه سنه فلفل اسود، ده اساسي معانا في كل اي لحوم عشان خاطر الزفاره. نحط بقى كزبره، نحط بقى معلقه كزبره محترمه كده عشان ريحتها وطعمها يبان معانا في الاكل. اهو يا بنات شويه ملح واسيبها شويه بقى لما تخش على تكون استوت والميه دي خفت شويه قلت يبقى نحط الفلفل. اهو يا بنات بعد الكبده ما استوت هنزل عليها بقى بالفلفل الرومي، فلفل حراق، ويا سلام بقى لو عندك فلفل الوان يبقى ايه دلع الدلع، بس انا طبعا ما عنديش فقطعت فلفلتين رومي وواحد حراق. وهقلب بقى هي تقلبتين كده لحد ما الفلفل يدبل، والف هنا وشفا.